ولما كانت الحلقة 55 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، وراحت تكمل له الحكاية وتستأنف الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الشاطر علي سعد بزوجته وسعدت به زوجته، وأقام في صيدان وطابت له إقامته، حتى مر عامان ودار الزمان، ووقع الحدث الأكبر وسقط السلطان عنجر، وكان ما لا بد أن يكون، وتخلصت صيدان من هذا المجنون، وبالتالي تخلصت من حكم الفتوات وسلطان الصبوات، ومحى كلمة الجدعان من مملكة صيدان، وألزمهم الجحور كالفئران. دي خبطة الشاطر علي. افتح الباب يا حنيشة. ايه الامر لصاحب الامر. اقفل الباب يا حنيشة. معلمي فينك يا علي؟ انت سايبنا ليه؟ انت شايف البلد فيها ايه؟ انا جاي لك عشان كده يا معلم. بلد زي صيدان ما يبقاش فيها جدعان، يا خسارة الجدعان. المهم احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ يشطبوا اسمي وانا فتوة رسمي. بلد من غير فتوات، بلد من غير جدعان. ايه والله كويس يا زمان. المهم احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ مفيش الا الحرب يا قضا. امال انتوا جدعان ليه؟ ده اللي اتفقتوا عليه. طب قول لي انت نعمل ايه؟ اعمل زي يا معلمي. انت هتعمل ايه؟ هسافر على بلدي مصر. تسافر مصر؟ احنا ما عدلناش عيش في البلد ده يا معلمي. عندك حق يا علي. انا جاي عشان اسلم عليك واقول لك تيجي معانا اذا حبيت. اتفضل انت شوف شغلك وسافر لأهلك. مع السلامة يا علي. توصى بزينب يا علي. اشوف وشك بخير يا معلمي. انا جايب لك النهارده حته خبر انما هيبسطك قوي يا حاجه زينب. ربنا يبسط لك وقتك يا حاج علي. جاني النهارده مكتوب. تقولي منين؟ هيكون منين؟ غلب حمارك. غلب حمار من المقدم احمد الدنف. احمد الدنف؟ ياه، هو لسه عايش عم احمد؟ بقالنا 10 سنين اهو. يا ترى عايز ايه؟ انا هقوم النهارده في مركب الورديه اروح صيدان. الظاهر عليه تعبان. وهتقعد كتير يا سي الحاج؟ مسافتها 3 أسابيع، اسبوع رايح واسبوع جاي، واسبوع اقعدوا معاه. فين الفلوس اللي حوشناها؟ كلها. ده حق التربيه، ده خيره عليا. مسيك بالخير يا معلمي. انا جاي لك طيران حمامه. افتح يا حاجه زينب. الله، سي الحاج، حمد لله على السلامه. ازيك يا حاجه؟
فين امال العيال؟ العيال نايمين، انما انت قدمت اسبوع. ما احنا ما قعدناش في صيدان. ليه ما لقيتش المعلم احمد ولا ايه؟ ما لقيتوش، ده انا جبته معايا. امال فين هو؟ اهو جاي ورايا مسندينه. مسندينه؟ انا سبقت عشان اقولك، ده انت لو شفتيه مش هتعرفيه. هو ده؟ ايوه هنا، تعال. هات ايدك يا معلمي. اهلا وسهلا بالمقدم. زينب، ازيك يا زينب؟ الله يسلمك يا مقدم، شد حيلك. دنيا، سلامات يا زينب، سلامات يا علي. انا كنت خايف اموت قبل ما اشوفك يا علي. فين ولادك يا علي؟ صحيهم يا زينب، اشوفهم دلوقتي، يمكن ما يطلعش عليا النهار. انت تعبان يا معلمي من السفر، خد راحتك يا معلمي. ربنا يريح قلبك يا ابني. غطيه كويس يا حاج، انا جنبك يا معلمي. اذا احتجت اي حاجة سقف عليا. روح يا ابني نام، انت تعبان، بقالك 7 ايام سهران. تصبح على خير. تصبح على خير يا مقدم. وانتوا من اهل الخير. قول لي بقى ايه اللي حصل؟ انا وصلت صيدان يوم الجمعة اللي فات، وانا ماشي قدام باب الجامع لقيت راجل عجوز مدد ايده للسؤال وبيقول كلام يقطع القلب. انا عرفت الصوت ده، حبيت اتحقق، قربت منه. إلهي ما يحوجك الزمان، اللي تحن على العاجز الغلبان، ضعيف مقطوع والحسنة فيا ثواب، يا أهل الثواب. الله، معلمي. مين؟ علي. ازاي للدرجة دي؟ انا قلت لك يا معلم ما عدلناش في البلد دي عيش، ورجيتك تيجي معايا مصر ما طوعتليش. انت اولا ازيك يا علي؟ كويس يا مقدم. وازاي زينب؟ عاملين ايه في مصر؟ انا تبت يا مقدم. خير ما عملت. استقمت وربنا تاب عليا. ربنا يتوب علينا. استقامة. اتفرج عليا احمد اللي كانت الناس تضحك ابو، تنتهي الايام ويترمي الرمياني. انا ساعة ما جالي جوابك قمت على طول في يومها يا معلمي. فيك الخير يا علي، دي دروس يا ابني ما عرفتهاش الا بعد الاوان. يا ندمي، يا ندمي. راح العمر وبصيت لقيت نفسي كده، الناس لقوا الدنيا ادتني ظهرها، ادوني ظهرهم رخرين. معلش يا معلم. اتحوجت واتذليت ومدت ايدي للي يسوى واللي ما يسواش. ما تعيطش يا ابني، احمدك يا ربي. لا مال ولا ولد، لو كان لي ولد. انا يا معلم صبيك وابنك، ربنا يطول عمرك. انا لحم كتافي من خيرك يا معلم.
فيك الخير يا علي. انت تقوم معايا دلوقتي نسافر على مصر. وعايش ازاي وبتعمل ايه في مصر يا ابني؟ انا تهت وسبت الشقاوة. اول ما وصلت مصر على طول رحت لواحد شيخ كنت اسمع عليه من والدي. الف رحمة تنزل عليك يا. المهم رحت للشيخ ده وتبت على ايديه وفتحت دكانة وعملت فيها مداء، وربنا فتح عليا ورحت حجيت وحججت زينب يا معلم. الحمد لله. يا ما كان نفسي. وعندك عيال يا علي؟ 3 بنات وولد. ربنا يخليك. الواد سميته احمد على اسمك يا مقدم. هات ايدك يا معلم. على فين؟ على مصر. المركب اللي جيت فيها هنرجع سوا فيها. انت لك هنا مين؟ قوم معايا. هات ايدك. وشلت المعلم على ايديا، ما كانش قادر يصلب رجليه، وركبنا المركب وقمنا على مصر. وصلنا النهارده. زينب موصيكيش على المعلم يا حاجة. يا سلام يا سي الحاج، عشان ربنا يرضى عليكي. ربنا يرضى علينا. وعاش المقدم أحمد بقية أيامه في بيت صبيه وفي وسط عياله، وأكرم علي شيخوخته، وأحسنت زينب خدمته، وأنساه هذا الإكرام ما كابد من الآلام. وكما حسن البدء حسن الختام، فسبحان من له الدوام. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 55 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.